السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا ثالث فيديو عندنا، ثالث درس في ال HTML. ديما قبل ما نبداو تنديروا إعادة ديال التذكير لأهم النقاط اللي طرقنا له في الفيديو اللي قبل. الفيديو اللي قبل كانوا عندنا ثلاثة نقاط مهمين اللي هما الجداول، التيبل، والنقطة الثانية اللي كانوا القوائم المرتبة وغير مرتبة اللي هما الأوردرد unordered list، والثالث هو الديف بلوكس، الإيليمنت ديف اللي تنظموا به المحتوى ال HTML. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا للسيمانتيك HTML، لي زيليمون سيمانتيك، و غادي نعرفوا شنو هو المفهوم ديالهم، الاهميه ديالهم، نخدموا على واحد ليكزامبل ونشوفوا الافضل الممارسات فين تستخدموا. سيمانتيك HTML تيتكون من واحد العناصر معينه، عندهم واحد البنيه معينه باش ينظموا المحتوى ديال HTML، ويسمحوا للمتصفحات والمطورين باش يفهموا السياق كيفاش مبنيه، السياق والستركشر والهيكل ديال HTML كيفاش مبني. دوك لي HTML element تنقسموا لاقسام، هادو اللي تيبانوا لكم هنايا، وكاينين شي وحدين ما غادي نزيدوهم باش تعرفوا عليهم. كاين الهيدر، الفوتر، الارتيكل، السيكسيون، نافو، السايد، كاين حتى المين. هادو تيستعملوا نفس الاستعمال ديال الديف بلوكس اللي شفنا في الفيديو اللي قبل، الدرس الثاني. تا هما تيستعملوا باش يورغانيزيو المحتوى ديال تقريبا نفس الاستعمال، غير المحتوى ديال HTML ملي تيداروا فيه الديف بلوكس بزاف تيدوخ شويه. ملي تتقلب على السيمانتيك HTML وتنظم المحتوى ديالك بالسيمانتيك، تيبان لك داكشي منظم مزيان، ما تدوخ، ما تتلف، تتعرف كيفاش تصلح الاغلاط، تتعرف كيفاش تشونجي شي حاجه، تبدل شي حاجه بالزربه هادي، ما تتبقايش دايخ بزاف. الديف تيدوخ. فالأهمية ديال هاد سيمانتيك إليمنت هي تحسين تنقل القارئ والمستخدمين ضعاف البصر. ثاني نقطة هو فوائد تحسين محركات البحث. السيمانتيك HTML تيعاونوا بزاف محركات البحث باش يفهموا المحتوى ديالك وترانكا مزيان في جوجل وفي البينغ. النقطة الثالثة هي الصيانة. المطور تيسهل عليه يدير ميزاجور، ابديت الكود ديالو، ولا يصلح شي غلط، ولا تيكون داكشي منظم وعنده معنى دغيا تيسهل عليه التصحيح. التدقيق المستقبلي، كاع لي تكنولوجي اللي جايه في المستقبل مبنيه على السيمانتيك، وكل شيء تيريكوموندي، كاع المطورين المحترفين تيريكومونديو الانسان، حتى جوجل والبينغ تيريكومونديو الانسان يخدم بالسيمانتيك. عندنا مثال واحد غادي نخدمو عليه اللي هو هذا اللي قدامنا هنايا. كما ديجا ذكرنا، المحتوى اللي تيبان لينا تيكون وسط البادي. المهمه ديالنا هو ننظموا المحتوى اللي عندنا من عناوين، ديزارتيكل، صور، روابط، بغينا ننظموهم باش تنظموا بالسيمانتيك. السيمانتيك لها الهيدر، ها المين، تتحل المين، تتسد المين،
والفوتر. الفوتر هو الديل ديال اخر ما كاين في المحتوى ديال HTML، والهيدر هي اول ما كاين في المحتوى ديال HTML اللي هو المنيو داك الفوقاني. هاد الروابط اللي تيكونوا الفوق هاد بحال هاد البوطونات هاد البوطونات اللي عندنا هنايا هادو هو الهيدر. الفوتر هو هاد الاخر اللي لتحت هنايا، اخر ما كاين في الدوكيومون ديال HTML هو الفوتر، من هاد الخط الخضر لتحت هذا سميتو الفوتر تيكون الاخر، والهيدر هو الفوقاني، وهذا الشيء اللي الوسط، هذا الشيء اللي الوسط هو المين. ووسط المين تنقسم دي زارتيكل ودي سيكسيون، فقرات. الفقرات هما هادو اللي عندنا هنا الوسط، باش تنظم هاد الكتابة هادي دير مثلا النقاط، كل نقطة دير ليها نقطة، دير الخاتمة، هادو دي سيكسيون. وهذا اللي بشي به هنا ارتيكل تتسميه ارتيكل، تتحل ارتيكل، تسد ارتيكل باش دير لها هاد الستيل هذا، هاد اللون هذا. هادي سيكسيون. ما هو HTML الدلالي؟ سيكسيون فيها عنوان، فيها بعض الشروحات، وفيها امثله. نفس الشيء هذه السيكسيون الثانيه، السيكسيون الثالثه. باش تنظم هاد لي سيكسيون تستعمل سيمانتيك HTML اللي هو هذا. تتحل ارتيكل، تتسد ارتيكل، تدير فيه المقدمه. العرض تيكون وسط سيكسيون، تتحل سيكسيون تدير العرض، تتسد المين ديالك، تجي الفوتر، تتسد البادي، تتشد HTML. هو الدوكيومون عندك منظم نسخ. دابا غادي نشرح لكم الفرق ما بين سيمانتيك HTML و ديف بلوكس. هنا هو سيمانتيك HTML. عندنا العنوان الكبير لها واحد، المنيو فيه روابط، عندنا عناوين صغار وكل عنوان صغير، وعندنا الفوتر لتحت يكون فيها الكوبي رايت ديال السيت، تكون فيها البوليسي تيرم كونديسيون. هنا عندنا بعد الشروحات. الاستعمال السيمانتيك قلنا تيطابق الاستعمال ديال ديف بلوكس، يعني هنا بلاصه الهيدر والهيدر تقد يدير الانسان ديف ويسد ديف، تيبقى نفس النتيجه. عاوتاني هنا في المين يدير ديف ويعاود يسد هنا ديف واحده اخرى. ارتيكل نفس الشيء، ديف سيكسيون كذلك ديف ويسد عاوتاني ديف. هنا لاحظتوا تيبقى نفس النتيجه، مستوى المحتوى تيبان نفس اللوك اللي كان فيه بالسيمانتيك. غير شنو الفرق انه كثرت الديف تيدوخو، عندك ديف وسط ديف وسط ديف، غادي تيدوخ الانسان. انت ناف تيدردوها ديف، ما تبقاش ناف حيت ناف سيمانتيك. لا لاحظتوا هنا عندنا ديف وسط ديف وديف عاوتاني وسطها ديف. ولي بروجي الكبار تيكون الدوكيومون كبير بزاف، يعني عندك شحال من فقرات كثيره. شوف شحال من ديف عندنا دابا الروينه. باش الانسان ما يدوخش عوض ما يستعمل لي ديف تيستعمل سيمانتيك HTML، تيولي عارف الهيدر فين جات، تيولي عارف المين الوسط ديال الكونتوني فين جا، الارتيكل، لي سيكسيون الاولى الثانيه الثالثه، وتيتفادى بنادم الدواخ. نتمنى يكون هذا الشرح البسيط وصل لكم الرساله. باش الشرح عندي صحيح. تيحافظ على البنيه HTML نظيفه ومنظمه. فهمتوا كيفاش؟ سيمانتيك تيحافظ على بنيه ديال HTML نظيفه ومنظمه،
ليك انت باش ما المطور باش ما يدوخش، وحتى حتى محركات البحث باش ترانكيك. ونتمنى تكونوا فهمتوا سيمانتيك HTML. وهنا وصلنا للنهاية ديال هذا الدرس هذا. نتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.